السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجدي، حبيبي برج الجدي، أنا عارف إن الكثير منكم وهو بيشوف الحلقة دلوقتي بتاريخ اللحظة اللي أنت بتشوفني فيها عدت عليك شهرين كده الدنيا فيها ملخبطة، ما كنتش شايف قدامك، ما تعرفش الضربة بتجيلك منين، وحاسس إن حتى مش عارف اتجاهاتك شمال ولا يمين. البعض تدخل في أمور حياتك والكثير تعب خلال تلك المرحلة، مع بعض الأيام بانتقال القمر اللي كان بيؤثر عليك بالإيجاب في بعض الأوقات. لكن الفترة اللي بيبقى فيها هنقول ثلاثي الشهور أو الشهور اللي الصعبة بالنسبة لكم هي شهر 6 و7 وانتهاء ب8، خاصة من نهاية شهر 6 كده، من نهاية شهر يونيو لشهر أغسطس. الفترة دي كل سنة بتعبر على حبايبي برج الجدي بالرغم من الحظوظ، لكن هي طاقة صعبة. الكثير متفق معايا على ده. مفيش وقت انك تفكر في اللي راح، لازم تعرف ان اللي راح اساسا ما كانش بتاعك. لازم تعرف ان الشخصيات الكئيبة اللي كانت معاك ما كانتش المفروض تعيش معاك، والصعوبات والضغوطات اللي عدت لازم انك تنساها. فانت قادم او مقدم، وشهر قادم جاي، وانت مقدم على هذا الشهر وشهر سبتمبر وبداية الانفراجة. كل ما نبدأ ندخل في أجواء الشتاء بتبقى الأمور معاك أفضل، لأنك أصلا أنت لو جيت تبص لتاريخ ميلادك تلاقيك أنت مولود في الشتاء، في عز الشتاء. فأنت دائما بالرغم أن الكثيرين بيحبوا الصيف وهكذا، لكن دي ملهاش دعوة، دي طاقة، دي طاقة انتماء، ده انتماء ليك. فهتلاقي كل ما تبدأ تدخل في العام تأثيرات المشتري اللي موجودة عندك في بيتك السادس هتبدأ تشوفها، هتبدأ تتحرك الأمور، خاصة العشريات، خاصة العشرية الثانية والثالثة، دول الأكثر صعوبة، يعني حدث معهم توترات كبيرة جدا. عشان كده خاصة الثالثة كمان يعني. فعشان كده اللي احنا بنقوله دلوقتي ننسى اللي فات واعتبروها ذكريات، واللي فات مات، وتحاولوا ان انتوا تدفنوه في بير اسراركم، سواء في علاقات او في اي شيء حدث معكم. اللي انا بقوله ده عبارة عن نصيحة اكتر منها اي شيء اخر. فانا بامر الله اعلم حياة برج الجدي اكثر من اي شخص، وبقولها كل مرة، اكثر من اي شخص على هذا الكوكب. تمام؟ عشان كده انا لما بوجه كلامي وبوجهه بقوة علشان الناس تجي لها الطاقة دي وتستوعب انها فعلا كانت في فترة صعبة، وده فترة استثنائية. اللي جاي مختلف تماما، لكن مشكلة برج الجدي انه بيتمسك للأسف او بيقعد يعني بيؤثر عليه بعض الماضي. مش اللي بيؤثر عليك يعني اللي هو نوعا ما في ناس بتفضل فيه. خدوا قراركم، خد قرارك خلال تلك المرحلة، خد قرارك لأن اللي جاي أفضل بكثير. خد قرارك من علاقة كانت سيئة، خد قرارك من موقف أو حياة كانت سيئة، أو أي شيء كان بيجلب لك المرار والدمار. فأنت دائما محاط بالمرار وهم عارفين ده، يعني اللي حواليك عارفين إن هم الناس السيئة، يعني عارفين إن هم فقر، لكن للأسف بيحاولوا يسوقوا منك في أي حاجة أنت بتعملها، مع إنك الأول، وأنت عارف إنك الأول، وأنت عارف إن مفيش حد أحسن منك في أي مكان أنت بتبقى متواجد فيه. استخدم شخصيتك العنيدة والبيع، استخدم شخصيتك العنيدة في تحقيق هدف ما أنت تريد تحقيقه. وجزئية البيع لمن لا يراك الأفضل، انقذ
نفسك من دوامة انت دخلت فيها بقالك شهرين. انقذ نفسك من مشاكل وتوترات وتهور لحياتك بقالك شهرين. انا بتكلم على طبعا فيها ناس بقالها سنين يعني. انا بتكلم على بخص الفترة اللي فاتت دي كانت اصعب فترات لحبايب برج الجدي، واللي فيها اكتشفوا عينيهم جات لها البصيرة كده من حاجات ما كانوش اخدين بالهم منها. خدوا بالكم من حياتكم واعرفوا ان دائما الكآبة والفقر اللي بيطل عليك يا برج الجدي نتيجة لقلبك، نتيجة لمشاعر القلب. وكل مرة بقولها وبفكركم لأن برج الجدي نساي. برج الجدي من الممكن أن ينتظر لسنوات، ممكن توصل ل10 و20 سنة. والناس اللي متابعاني أنا نزلت فيديو من سنوات اسمه برج الجدي 10 سنين بهدلة. ده مأثر قوي مع الناس لغاية دلوقتي، الناس بتتفرج عليه. برج الجدي ده من أوائل الفيديوهات اللي نزلتها على القناة من بتاع 7 سنين تقريبا، من أول ما فتحت القناة. فترة عدت، وبنصح الجميع إن ما ينتظرش في منطقة المشاكل. عديها وخدها، منطقة المشاكل دي خدها كذكرى، أو خدها كده هنقول مرجع، عشان لما تشوف نفس الأشكال اللي أنت شفتها في حياتك الصعبة أو أوقاتك الصعبة ما تقعش فيها تاني. احذر من كل شخص أناني عايزك لنفسه وبس، وشايف إنه أحسن منك. أنت دايما بتقع في جزئية حب الامتلاك، ولا أحبه ولا أقدر على بعضه. دي الشخصيات اللي احنا بنقابلها في حياتنا. برج الجدي ببشرك بالخير، وانسوا المشاكل الكتير او التوتر اللي قابلتكم خلال الشهرين اللي فاتوا. وهي فترة معتادة كل سنة لازم بتمر، ودي الفترة دي بتعدي على الابراج تانية في شهور تانية وهكذا، هي دايرة بتدور. ان شاء الله القادم خير، ان شاء الله شهر سبتمبر ده شهر خير، وببشر بالخير الكتير خلال تلك المرحلة القادمة. أبشروا بالخير، وفترة إن شاء الله تعدي على الجميع بخير وننسى الفات. ما تنسوناش يا جماعة، دي قناة تانية لينا الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءة خاصة أنا سايب رقم قراءات على عنوان الحلقة، اللي عايز قراءة يتواصل على الرقم كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الجدي جميع الأبراج تكون دقت. السلام عليكم.